معكم من العربية FM. معكم من العربية من العربية FM. معكم من العربية FM، ما زال متواصلا معكم مستمعينا الكرام. وبعد أن تابعنا في الفقرة الثقافية فقرة قل ولا تقل، تعرفنا على أحد الأخطاء وأيضا تعرفنا على شخصية جديدة في من خلال موسوعة العربية. الآن نواصل في الفقرة الثقافية وننتقل إلى مي المهندس التي ستعرفنا على كتاب جديد في فقرة كل يوم كتاب. كتابنا لهذا اليوم بعنوان ملحمة التطور البشري. كل يوم كتاب، كل يوم كتاب مع مي المهندس. والثقافي، كما يتوقف عند التحولات الجيولوجية وتأثيراتها على البشر. يتحدث كتاب ملحمة التطور البشري عن الأسس البيولوجية والوراثية ودورها في تشكيل الثقافة الإنسانية، ويعود إلى بدايات صعود الدولة وتأثيرها على مسيرة التطور الإنساني، كما يستعرض تاريخ المناهج العلمية المتخصصة في دراسة الطبيعة البشرية. والرسالة التي يحملها الفكر الأنثروبولوجي هي التي أهلته لأن يحتل موقعا متميزا في عالم اليوم، فهو ليس مجرد تخصص أكاديمي، بل إنه نقلة نوعية ساهمت في تشكيل الفكر المعاصر وتحديد مسيرته على الطريق الصحيح نحو فهم الطبيعة البشرية والتعايش الإنساني وتحرير العقل وربط الإنسان بالطبيعة بعدما كان ينظر إلى نفسه ككائن متعال على الطبيعة. صدر كتاب ملحمة التطور البشري عن دار مدارك للنشر، وقالت عنه صحيفة إيلاف الإلكترونية إن الكتاب موجه لأجيال قادمة تتحلى بجراءة السؤال وجراءة تقبل الجواب. وعلقت صحيفة الرؤيا بأن الكتاب هو بحث موسع ومستفيض وموثق عن طبيعة مشتركة بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والطبيعة. وإلى لقاء جديد وقراءة أخرى في كتاب. كل يوم كتاب، كل يوم كتاب مع مي المهندس على العربية FM. عناوين الأخبار من العربية FM. 10:30 في استوديوهات العربية FM. وفي عناوين الأخبار: روسيا والنظام السوري يهددان بشن عملية عسكرية في مدينة دوما إن رفض جيش الإسلام الخروج منها. استمرار الاستعدادات في مدينة عربين لنقل الدفعة الرابعة من المدنيين والمقاتلين إلى إدلب. وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن اقتراب مرتزقة روس من قوات التحالف الدولي إلى حد كبير في دير الزور الأسبوع الماضي. المرصد السوري يعلن دخول القوات التركية والقوات المتحالفة معها إلى تل رفعت ومطار منغ العسكري بالريف الشمالي لحلب. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بنقل ملف الأزمة السورية لمحكمة الجنايات الدولية. الجيش والمقاومة اليمنية يتقدمان في محافظة لحج وتستعيد جبل شيفان الاستراتيجي بمديرية القبيطة. ولي العهد السعودي يوقع اتفاقية بقيمة $1 مليار مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. ولي العهد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع سوفت بانك لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم. تقرير لمنظمة أبحاث عسكرية بريطانية تؤكد ضلوع إيران في دعم ميليشيات الحوثي في اليمن. وفي العنوان الأخير رئيس الوزراء العراقي يقول إن مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف. كانت هذه مستمعين الكرام عناوين الأخبار. بعد لحظات نكون معكم في تحديث لأرقام سوق الأسهم السعودية لهذا اليوم. عناوين الأخبار معكم من العربية FM.